نزال البطل المغربي يوسف العسيري ضد خصمه التايلاندي براجان شاي على الحزام العالمي للمواي تاي ضمن بطولة وان. انطلقت معركة الحزام العالمي للمواي تاي بين البطل التايلاندي براجان شاي ومتحديه المغربي يوسف العسيري. جولة أولى كانت متقاربة بين المقاتلين. في الجولة الثانية كان التفوق واضح للمقاتل المغربي يوسف العسيري الذي سيطر على الحلبة، اندفع بشكل رهيب وأرغم خصمه التايلاندي على التراجع خلفا بتسديده للعديد من الضربات القوية التي أرهقت وأربكت حسابات خصمه التايلاندي. وبعد سلسلة من الضربات القوية الدماء تغطي وجه براجان شاي الذي صدم من قوة وبراعة المقاتل المغربي. في الجولة الثالثة استمر المقاتل المغربي في اندفاعه وتسديد الضربات، وما هي إلا ثواني حتى عادت الدماء لتغطي وجه براجان شاي. وبعد انتهاء الجولة الثالثة انسحب المقاتل التايلاندي براجان شاي، وانتهى النزال بفوز المقاتل المغربي يوسف العسيري بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، محققا بذلك فوزا تاريخيا على حامل الحزام براجان شاي وتتويجه بالحزام العالمي للمواي تاي لبطولة وان. شاركونا بتعليقكم وإعجابكم بالمقطع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.